وعايز اقول لك ان ده نفس الاستهلاك اللي بتعمله او قريب منه لترين لكل 100 كيلو النيسان سنترا اللي موجوده في مصر دلوقتي. ادي شكل العربيه من قدام اللي انا بحبه بصراحه. بالنسبه لعزل الصوت فهو ممكن تديله 6 من 10 6.5 من 10، ما عجبنيش قوي بصراحه. ده اروع واحلى جيل من نيسان سنترا انت ممكن تركبه. الموديل ده طلع من عبايه ان اللي بيشتريه كان بابا وماما وتيتا وجده وخالتي اللتاته، لان السنترا معروفه من زمان انها عربيه عائليه شويه، فهي طلعت من عبايه العربيات العائليه وبقت في الشيب بتاع العربيات السيدان الرياضيه، متقلده جدا 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 من ماكسيما ومن التيما. اللي هو من الاخر لو انت شاب وعايز تركب عربيه لوحدك ونفسك في الماكسيما او نفسك في الالتيما، تعالى يا عم خد العربيه دي وبسعر اقل. وكعاده اي عربيه بتجيلنا مصر متاخر، فالعربيه دي موجوده في امريكا من سنه 2020 وموجوده هنا في دبي برضو بقالها بتاع حوالي سنتين اعتقد، حاجه زي كده. العربيه دي بينزل منها عالميا موتورين، الاثنين تنفس طبيعي، مفيش ولا واحده تربو خالص. الاولى 1600 والثانيه 2000 سي سي، واللي معايا النهارده دي علشان هي وارد امريكا فهي 2000 سي سي تنفس طبيعي. فخلي بالك معايا وانا بجرب العربيه وبقول لك اداء الموتور، اداء الفتيس، الكلام ده حاول ان انت ما تقارنوش بال 1600 لما تنزل عندنا مصر، ده لو نزلت يعني في خلال السنتين الجايين. الموتور اللي معايا ده بيطلع 148 حصان و198 نيوتن متر بس، واعتقد انها يعني ارقام كافيه جدا من خلال تجربتي للعربيه. يعني انا جربت العربيه دي اعتقد فوق ال 15 يوم، فكانت تجربه كافيه جدا على الطرق اللي موجوده هنا. جير بوكس اللي مع العربيه دي هو جير بوكس سي في تي، واحساسه حلو جدا جدا في النقلات، وبرضه هنطلع نجرب ونشوف العربيه ماشيها عامل ازاي. ودي يا جماعه المساحه الخلفيه بتاعه العربيه. هنا الخامات كلها تعتبر بلاستيك، مفيش غير الحته الجلد دي، ومساحه الكنبه الخلفيه كويسه وواسعه، هتقعد فيها مستريح جدا. مساحه الراس حتى حلوه، وادي الشكل من ورا. وتعالوا نطلع قدام كده سريعا. ادي شكل العربيه من قدام اللي انا بحبه بصراحه، يعني نسخه من النيسان الالتيما، وانا علشان بحب الالتيما جدا فانا حبيت قوي العربيه دي. حتى الكرسي بتاعها كرسي مريح، وكرسي باين ان هو واخد الطابع الرياضي شويه كده، حتى في سواقته وفي قعدته. هطلع برده على الطريق هتكلم وهقول لك هو عامل ازاي. ده شكل الباب، وده نظام الايكو او الاقتصادي لو عايز توفر شويه في الاستهلاك بتاع البنزين، بس العربيه بتبقى قفشه شويه. وده اللي بيفتح الشنطه الخلفيه بتاعت العربيه، وده الاضاءه اللي هي اللي هنا. وتعالوا ندخل جوه. الستيرنج نسخه مقربه جدا جدا من النيسان القشقاي، يعني القشقاي واخده الدي شيب احسن من كده. عندك هنا في اوبشنز بقى وفي عوامل امان كتير، في رادار امامي للتصادم، تعالى كده هوريهولك ثانيه. ادي درايفر اسيستنس، ايمرجنسي بريك، لما العربيه اللي قدامك بتبدا تمسك فرامل اللي قدامك اللي ماشي على طريق، والعربيه الرادار اللي هنا في العربيه اللي معايا بيبدا يشوف ان اللي قدامك بدا يدوس فرامل، فهي بتعمل فرامل لوحدها. عندك هنا لين اسيست، تمام، ده بيديك ايه وورنينج، هو كان مش شغال مش مشغلينه. عندك بلايند سبوت اهو وهيظهر لك دلوقتي على الشاشه. عندك تاني سبيد ليميت والحاجات اللي هي الطبيعيه. وفي رير كروس ترافيك، لما تبقى انت جاي من بعيد وعامل ريفرس بالعربيه وبتحاول ان انت ترجع، لو في عربيه جات لك من اليمين خالص او من الشمال خالص بيبدا يديك الارم وبيوقف العربيه لو هو حس بخطر. وادي شكل العربيه. وتعالوا بس كده نشيل الكاميرا دي لان انا كنت بشحن. ادي الشاشه معقوله، ما فيش فيها اوبشنز كتير طبعا علشان الفئه اللي معايا دي مش اعلى فئه، دي اصلا الفئه دي ما فيهاش جنوط. وعندك هنا ده اللي بيتحكم في كنترولنج التكييف، ستارت انجن، وده سبورت مود. وفي هنا مكان صغير كده ممكن تحط فيه المفتاح بتاع العربيه. الكاميرا بس انا سايبها عشان كنت بشحن بصراحه للاسف. وده احنا جايبينه عشان نحط عليه الموبايل. واجمالا العربيه جميله بسم الله ما شاء الله، حلوه، وهتشوفوها تاني دلوقتي على الشاشه عامله ازاي. عربيه جميله، لها ما لها وعليها ما عليها. وهنطلع نتكلم دلوقتي على الطريق نقول ايه الحلو اللي فيها وايه الوحش اللي فيها. يلا بينا. اول ما تركب العربيه دي
هتلاحظ انها متماسكه زياده عن اللزوم. بمعنى ايه؟ الستيرنج بتاع اي عربيه في العادي بيبقى في السرعات القليله والبسيطه ان هو بيبقى خفيف، وفي السرعات العاليه بيبدا يتقل. العربيه دي تحس ان هي ماسكه نفسها على السرعه البطيئه وعلى السرعه العاليه. الستيرنج قوي قوي ومحسسك بثقه غير عاديه في العربيه. بالنسبه للفئات الاقتصاديه اللي انا جربتها في نفس الفئه السعريه بتاعت العربيات دي مفيش. يعني لو هنقارن النيسان سنترا القديمه اللي موجوده في مصر دلوقتي بالمنافسين بتوعها اللي بينافسوها في نفس الفئه السعريه، فمفيش فيهم الكلام ده خالص خالص. الستيرنج هنا من اكتر الحاجات اللي عجبتني في العربيه، والكرسي من اكتر الكراسي اللي ريحتني في الفئه السعريه دي. مش بجامل ومش عايز اجامل حد، لان العربيه دي اصلا استيراد شخصي، فعلشان نبقى ثابتين بس في النقطه دي مع بعض. في حاجه انا نسيت اقول لك عليها، ان الهاند بريك بالرجل زي الكيا السبورتج، يعني بالرجل كده، وزي الكيا كارنز. فدي برضو حاجه ايه في العربيه مختلفه وجديده. بالنسبه لعزل الصوت فهو ممكن تديله 6 من 10 6.5 من 10. ما عجبنيش قوي بصراحه. التكييف بتاع العربيه دي روعه، انا قاعد كل شويه ببعده. حتى في تجربتي للعربيه دي في عز الحر هنا انا ببقى ببعد فتحات التكييف عني لان هو قوي وحلو. العربيه نظام البلايند سبوت اللي فيها حلو قوي 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 قوي، وعملي وبيخليك ان انت تبقى قاعد في العربيه مطمن. حتى لو انت مفايم العربيه دي سوبر دارك 100%، بتبقى عارف ان انت لو جيت ضربت اشاره يمين او ضربت اشاره شمال اي شخص في النقط العاميه، انت هتبقى عارف هو موجود ولا لا بالانوار اللي هنا او بالجهاز الكشف اللي هنا. على السرعات العاليه هتبقى مريحه جدا العربيه دي. في السفر في المسافات الطويله مريحه جدا جدا جدا. بالنسبه للاشخاص اللي هي بتسافر او بتمشي كل يوم، ده في مصر بقى، مش الكلام ده مش هنا، لان هنا انت ممكن تعمل ال 100 كيلو في اليوم ده عادي جدا، يعني 150 كيلو في اليوم ده شيء طبيعي وشيء عادي، لكن في مصر بيبقى صعب شويه. فاعتقد ان العربيه دي لما تنزل للناس اللي بتدور على العربيات اللي هي تمشي بيها كتير في اليوم، دي هتبقى مريحه قوي قوي قوي. ونفس النيسان صاني الجديده او الفيرسا اللي انا صورتها قبل كده وهيطلع لكم في الاي اللي بتطلع فوق دلوقتي، الفيديو ده برضو كان العربية كانت نفس الشكل وكانت واخدة نفس الطابع في الراحة. فبرضو الاتنين ما اختلفوش كتير عن بعض، لكن دي متماسكة اكتر وتحس ان هي اوسع بكتير عن التانية وشبابية اكتر، وحتى الانتريور بتاعها افضل من النيسان صاني الشكل الجديد او النيسان فيرسا. بالنسبة للفرامل ما عنديش اي تعليق عليها خالص. بالنسبة للعفشة فهي في المعقول جدا، لان العربية اللي معايا دي ما فيهاش جنود سبور، فبالتالي ما فيش اي حاجه بتضايقني من الكات اي او من الخطوط البارزه اللي تبقى في الارض او من المطبات البسيطه اللي هي موجوده في الارض. بالنسبه لاداء الفتيس والموتور فانا دايما بشغل العربيه على نظام الايكو عندي هنا، لان العربيه اللي معايا دي زي ما انا قلت لك في الاول هي 2000 سي سي، فبتسحب بنزين كتير شويه. بالنسبه لي بيلعب استهلاك البنزين هنا في ال 2000 سي سي ما بين ال 11.5 لتر لكل 100 كيلو لحد ال 13 لتر لكل 100 كيلو، وده الاستهلاك الفعلي اللي حصل معايا انا على 2000 سي سي. ده ممتاز. انا عربيتي في مصر 1600 وبتستهلك ال 10 لتر كل 100 كيلو. فانا بصراحه لو احنا عندنا حته ان نبقى مفتوحين بالنسبه لنا ان احنا نركب مواتير 2000 سي سي او يبقى جماركهم قليله، انا هركب 2000 سي سي طبعا، لان استهلاك البنزين في العربيه دي روعه. وعايز اقول لك ان ده نفس الاستهلاك اللي بتعمله او قريب منه بلتر لترين لكل 100 كيلو النيسان سنترا اللي موجوده في مصر دلوقتي. فالاستهلاك ما فرقش كتير، زائد ان انت راكب عربيه موتور قوي. بالنسبه للجير بوكس او الفتيس السي في تي فكلنا متعودين ان هو بيبقى فيه لجلجه كده منه في الاول في الطلعات، وتحس ان هو عنده تبول لا ارادي كده مع المواتير التنفس الطبيعي مش التربو، وكلنا بنخاف من الفتايس السي في تي عموما يعني او الجير بوكس ده. لكن في العربيه دي انا ما خفتش منه تماما، لا حسيت باللجلجه دي ولا حسيت برجرجه في الطلوع ولا حسيت ان الاداء بتاعه هيبقى مكتف الموتور اللي معايا ال 2000 سي سي. بالعكس الاثنين متجاوبين جدا جدا مع بعض، مفيش اي مشكله خالص قابلتني، مفيش اي احساس وحش او اي سلبيه جات لي من الجير بوكس ده من ناحيته ليا خالص. حسيت ان هو اوتوماتيك 6 سرعات 8 سرعات ايا كان طبيعي جدا، مفيش فيه اي مشكله تماما ولا في اي حاجه ضايقتني خالص. نشوف التسارع هتطلع من 0 ل 100 في كام ثانيه، وبعد كده نرجع اقول لك اجمالا العربيه دي ايه الحلو فيها وايه الوحش فيها سريعا. اول حاجه بس خلينا نقفل التراكشن كنترول بتاع العربيه، تمام؟
قفلت، ده قفلت كل حاجه مش تراكشن بس، قفلت التصادم الامامي وقفلت كله. ونجيب هنا كده السرعه ونشغل السبورت مود اهي تحت، ونطلع ونقول بسم الله. هتطلع من 0 ل 100 في كام ثانيه؟ اللي فوق ده الميل، اللي تحت اللي هو اللي في النص اللي هو 40 80 120 ده الكيلومتر. لان انا زي ما قلت لك العربيه دي امريكي المواصفات، فهم هناك بيتعاملوا بالميل مش زي عندنا. ثانيه كده بس ايه، نطلع على الطريق. وبرضو عندك السبيد هنا اهو. يلا بينا. جابت ال100. هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي هي جابت في كام ثانيه، بس انا حاسس انها بطيئه الى حد ما. برضو الفتيس السي في تي ده مش رياضي، مش فتيس بتاع سرعات، مش دول كلاتش يعني. ايه اللي ما عجبنيش في العربيه دي؟ استهلاك البنزين بس. حتى على نظام الايكو ما بتنزلش تحت ال10 لتر لكل 100 كيلو. دي حاجه كانت مزعجه شويه بالنسبه لي. قطع غيارها تعتبر غاليه شويه، غاليه هنا مش غاليه في مصر، هي لسه ما نزلتش. النيسان الفيرسا او النيسان الصاني الشكل الجديد برضو قطع غيارها غاليه هنا. فبالتالي لما تيجي تنزل مصر العربيه دي هتبقى قطع غيارها نار نار. ما بالك احنا هنا في بلد مفتوحه ممكن فيها انت تستورد قطع الغيار بنفسك، وهي فيها ازمه في قطع الغيار او فيها غلو مبالغ فيه في اسعار قطع الغيار. فانت ايه اللي هيحصل عندك؟ انت ممكن يشلوحوك في قطع الغيار هناك. دي حاجه. تاني حاجه ان العربيه مش عمليه للناس اللي بتعمل مشاوير كتير يوميا. يعني لو انت بتنزل من بيتك بتروح 7-8 اماكن كل يوم، فالعربيه دي هتبقى متعبه شويه. هي عايزه الشخص الرايق الى حد ما، اللي هو ما يروحش مشاوير كتير يوميا. يعني كبيرك قوي يبقى مشوارين في اليوم، 3 مشاوير في اليوم. لكن اكتر من كده هتحس ان انت قاعد جوه عربيه سبور. لك ان تتخيل مثلا ان انت معاك لامبرجيني وبتروح بيها مثلا 6-7 مشاوير يوميا، هتبقى عامله ازاي؟ بغض النظر عن استهلاك البترول او البنزين، لا هتبقى متعبه بالنسبه لك في المشاوير دي. فالعربيه دي انا خدت منها الانطباع ده. ايه اللي عجبني فيها؟ حاجات كتير جدا جدا عجبتني فيها. السلبيات بتاعتها قليله شويه. فاتمنى يكون ان الفيديو ده عجبكم. تقدروا تشوفوا اي عربيه تانية انتوا عايزينها في القناه بتاعتي على يوتيوب. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك على الفيديو ده، تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على يوتيوب، ومتابعه من فوق لو انت على فيسبوك، وشير الفيديو ده لاي واحد صاحبك عايز يتفرج على النيسان سنترا الشكل الجديد اللي احنا لسه ما شفناهاش عندنا في مصر. واشوفكم على خير ان شاء الله. واللي عايز يشتري اي حاجه من على تطبيق نون في مصر او الخليج، هتلاقي اكواد دلوقتي بتظهر لك على الشاشه، وهتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.